تعرف ان الاي اي ممكن تحاول ان انت تنومه مغناطيسيا او تاثر عليه، يخليه يسمع كلامك او حاجات زي كده، ان هو يسيطر عليه سيطره تامه، اكنه شارب حاجه او اكنه بيعمل حاجات غلط. دي حاجه اسمها انجكشن كوماند، بتخلي الاي اي يعمل هالوسينيشن او يهلوس، والهلوسه دي فتي او اي كلام في اي اتجاه، حاجه مش واضحه او حاجه مش مظبوطه. في كوماند بتتنشر على منصات كتير جدا، يقول لك مثلا الكوماند ده شغال مع شات جي بي تي نسخه كذا، بيخلي الاي اي مثلا يسمع كلامك في كل حاجه. مش بس كده، اوقات مثلا يقول لك يخلي الاي اي يعمل تصرف غريب. ده موجود. الفكره كلها ان هم بيحاولوا طول الوقت يحاربوه او يحاولوا ان هم يحسنوه اكتر واكتر، بحيث ان الاي اي ما يحصلش حاجه زي كده، لانه اوقات بيكون خطير جدا، لان ممكن الناس تستخدمه ان هو يعمل امر يخليه يعمل اي حاجه غير قانونيه او حاجات زي كده. ولكن انت لازم تعرف حاجه زي كده علشان تبقى عارف ازاي تحمي نفسك من حاجه زي كده. ما تاخدش اي امر من اي حد تحطه خلاص من غير ما تفهم محتوياته جوه عامله ازاي، لان اوقات بيعملوا طرق زي ان هو يدي لك امر مثلا يقول لك حطه في الشخصيه بتاعت اي اي، والشخصيه بتاعت اي اي بناء على هذا الامر بتعمل حاجات معينه، ان هي يعني تخرج معلومات بره بشكل ما او تتعامل مع ام سي بي بشكل ما. وهنتكلم عن الام سي بي في حلقات جايه. اتمنى المعلومه تكون عجبتك. ما تاخدش اي امر من اي حد وتحطه في شخصيه شات جي بي تي اللي اتكلمنا عنها في فيديوهات سابقه. شكرا ليك.